يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده في فيديو جديد، والنهارده بقى مش هنعمل روتين، هقول لكم كده على شويه حاجات انا نزلت جبتها، بس بجد الاسعار الحمد لله. هنا نزلت جبت الدقيق ده، الدقيق على فكره ده لكل الاستخدامات، بجد طلع تحفه. يعني انا بسجل لكم صوت بعد ما عملت منه زلابيه، حرفيا طلعت تحفه تحفه يعني بجد. انا من النوعيات اللي في الشتاء يعني بحاول على قد ما اقدر اعمل حاجه مسكره، يعني ممكن مثلا اعمل زلابية، اعمل شعرية باللبن، اعمل جلاش، كده فطاير جلاش. هقول لكم برضو على طريقتها في الفيديوهات الجاية. المهم بقى نزلت على السوق كده، جبت لفت، لان انا كنت عايزة اخلي اللفت، وجبت خضرة علشان خاطر اعمل محشي، وكمان بهارات اللحمة دي. انتوا عارفين يا جماعة، بهارات اللحمة، وده فلفل اسمر. كيسة بهارات اللحمة دي ب50 جنيه، والفلفل الاسمر التوم ب60. وجبت ب20 نشا، عشان ساعات بتهف معايا اعمل مهلبيه وكده. وجبت طبق بيض والعيش طبعا كالعاده. وكمان انا معديه اصلا على اوكازيون، جبت منه دقيق، وجبت منه 2 حاجه ساقعه كده شويبس. انا بحب قوي بطعم الخوخ، حرفيا طعمه تحفه. المهم جبته كده وقلت اوريهولكوا، انا قليل جدا لما بلاقيه، يمكن قليل جدا ما بلاقيه اساسا في اي سوبر ماركت، ما بلاقوش غير عنده اوكازيون، وقليل كمان لما بلاقيه. فجبت ازازتين كده، كانوا اخر 2 عنده هناك، لانه حرفيا طعمه جميل جدا، يعني جربوه. بجد الخوخ في حتة تانية خالص غير الاناناس. وجبت كمان شاي، طبعا ماما كيفة شاي اساسا. وجبت المكرونه دي اسمها مكرونه كايرو. هم 400 جرام برضو، يعني هو الكيس زيها زي حوا 400 جرام، بس انا ما كنتش لقيت حوا هناك. فجبت كايرو دي اقل من حوا بجنيه. يعني دي ب14، حوا ب15، بس طلعت حلوة، مش وحشة. هي فيها سنة كده أقل من حوا، سنة إنها فيها سنة بتعجن يعني بسيط، بس كاستعمال هي حلوة. وجبت كيسين بودر وكيسين خميرة. وجبت كمان كيلو رنجة، لأن أنا مش عارفة طالبه معايا رنجة، وما بقيتش بطبخ كتير بصراحة في الشتاء، قليل قليل ما بقيت بطبخ. وجبت كمان كيس كاتشب كده، خدته باقي الحساب. قليل قوي ما بطبخ، فبصراحة بقيت استسهل بالرنجة، وانا ضغطي بقى واطي الايام دي، يمكن اغلب الايام ضغطي واطي، فبصراحة بحاول اكل اي حاجة حادقة ترفع معايا الضغط. فطالبة معايا رنجة الايام دي تاني مرة اجيبها يعني. شغالة انا رنجة رنجة رنجة، وبقعد يومين اكل فيها يعني. طبعا مش انا لوحدي، كلنا، بس بقعد يومين ورا بعض كده، يوم ما بجيب الرنجة اكل في رنجة. وكنت عملت هنا الكاوتش بتاع العجلة. الأساتذة بتوعي كان بيطلعوا العجل والسكوتر بره، فالولاد اللي حوالين مني ولاد الجيران طبعا، يعني الله يهديهم، مسكوا الحاجة، يعني بيعاملوا الحاجة بانتقام شوية، اللي هو ايه، مش حاجتنا فاحنا هنفتري فيها. فالسكوتر كانوا كسروه ولحمته، والله ولحمته بمبلغ. والعجله برضو فرتكوا الكاوتش اللي قدام، برضو غيرت الكاوتش خالص، طبعا انتوا لاحظتوا ان لونه اسود، غيرته خالص برضو بمبلغ، وحرمت بقى اركب اي حد تاني على الحاجه. وجبت بقى جبت تفاح كده، ما عارف الاتنين عندي كيف التفاح، وموز، وكمان يوستفندي. يعني الصينيه دي بمبلغ يا جماعه، بمبلغ اقسم بالله. وجبت كمان ايه بقى، شوية حاجات كده هوريها لكم اهو. جبت الكاكاو ده، لان انا بعمل مهلبية بالكاكاو، طبعا انتوا عارفين ان انا لما بنزل اشتري، يعني بشتري بقى للاسبوع لاسبوعين. وجبت كمان خلطة الكريسبي دي، هقول لكم ليه برضو. وكمان نشا بتاع ده بريك ده، نسكافيه، كابتشينو. جبته بس بصراحة ما عجبنيش، يعني طعمه مش احسن حاجة. جبت 2 كده قلت اجربهم، وطعمه مش حلو. وجبت كمان فيجيتار من اللي هو العادي ده الحار، لان انا الكريسبي كانت بارد، فقلت هحط عليها كيسين من الحار كده، علشان خاطر يديها طعم سبايسي، بس يبقى بسيط عشان الولاد وكده، لان انا هتبل كميه على بعضها. وجبت نشا، طبعا نشا على حسب بقى ما بلاقيه، ساعات بلاقيه مغلف، ساعات بلاقيه سايب كده. فاللي هو انا كنت جبت المغلف ده، وبعدها رحت جبت السايب، يعني كنت لقيته في مكان تاني فرحت جايباه، لان الحاجات متجزأة مش كلها من مكان واحد. وجبت شوية حلويات كده، لزوم السهرة بقى، يعني انا يا جماعة يعني بقينا طول الليل عايزين نقعد ناكل، يعني مش طول الليل، طول النهار، يعني انا قاعدة عمالة عايزة اكل اي حاجة وخلاص، يعني اللي هو اي حاجة ترفع معايا الضغط.
احس ان انا دافيه. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا عايزه حاجه تدفيني وخلاص. حلويات بقى، حاجه حادقه، عايزه حاجه تدفيني. انا حرفيا الدفايه ما بتتقفلش. الجو عندي هنا صحراء صحراء، وهو ما شاء الله تلج، اقسم بالله تلج. يعني كميه الهواء، انا بجد يعني تعبت والله العظيم، تعبت من البرد. انا ممكن اقعد يا جماعه بالاسبوعين ما اخرجش، يعني ممكن اقعد بالاسبوعين ما اطلعش بره كده، لا 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 لا. المهم جبت بقى يعني كراتيهات كده وهوز واوريو. انا روقت على نفسي، لان انا بقيت بنزل اتسوق مره كل اسبوع، كل 10 ايام، ممكن اقعد بالاسبوعين. الايام دي ابتديت اقعد بال3 اسابيع ما بنزلش اتسوق طبعا من البلد عندي. فاللي هو يعني الموضوع هنا صعب، البرد فظيع فظيع بجد، يعني انا بموت بالبرد. فابتديت بقى اجيب الحاجه كميه اكتر. المهم هنا بقى كنت انا عديت على المجزر عندي، ويا ريتني ما جبتهم. يعني انا بصور لكم، بسجل لكم صوت بعد ما يعني جربت الحاجه كلها. المهم ان انا جبت الفراخ دي وراك تمام. المهم جبت كذا طبق كده. الطبق كان فيه وركين وحته صغيره، اللي هو ايه زي دبوس كده، حته تطلع مثلا باقي الميزان. فالمهم ان انا خدته مش في دماغي، لان انا كنت جايبه مش فاكره 4 اطباق او 5 اطباق، يعني كنت جايبه كميه. فخدتها، وانا بقالي فتره طويله ما بجيبش بالمجزر اللي عندنا. يعني كنا الاول بنشتري منه من زمان، من سنين، انتوا عارفين. بقالي اللي هو يعني بتاع 10 سنين كده ما بنجيبش منه حاجه. فالمهم لقيت ناس كتير، محلات كتير عندنا بيروحوا يشتروا منه، فقلت اما اروح تاني اجيب منه. فجبت منه الفراخ، لقيتهم بيحطوا في الطبق باقي الميزان. يعني هو كان مديني الشكاره، لانه ما كانش معايا شنطه، فما فتحتهاش بصراحه غير لما روحت. لقيت مثلا ممكن باقي الميزان يحطهولي في الطبق حاطط مثلا دبوس، حته تانية حاطط لي فيها حته جلده. انتوا عارفين، واغلب الاطباق والله العظيم كان حته جلده باقي الميزان. يعني انا ما رضيتش اصور لكم عشان الصدمه، يعني انا نقعتهم وهوريكم في الاخر بقى باقي الميزان كان عباره عن حته جلده. المهم تعالوا بس كده هقول لكم هعمل ايه دلوقتي، وارجع اكمل لكم تاني موضوع الفراخ ده. انا هنا كان عندي كريم كراميل، وانا قايله لكم بقى احنا يعني شتاء والجو برد، فانا اي حاجه، اي سكريات، اي حاجه تظبط الامور في التلج ده. احنا قاعدين يا جماعه، انا قاعده عماله اكل وبس يعني. انا بدخن قوي في الشتاء. يعني انا بدخن في الشتاء، مش عارفه في ايه، قاعده باكل، قايمه باكل، لايفه باكل، الحمد لله. المهم ان انا ادفى، يعني انا عايزه بس اي حاجه، المهم ان انا ادفى. فالمهم ان انا كان عندي علبه الكريم كراميل دي، قلت هعملها كده. وطبعا بحطها في التلاجة، يعني احطها في التلاجة تجمد، وباكلها ساقعة ساقعة عادي. المهم ان هي حاجة مسكرة بالنسبة لي، المهم في سكريات، في حاجة تدي طاقة. بس يعني انا مش باكل اللي هو اكل بقى محاشي والكلام ده وشغل بقى حاجات تقيله، لا. يعني انا اكل اي حاجه مسكره، انا عايزه حلويات، عايزه حاجه تدي طاقه، بس حاجه تدفيني مش اكتر. مش ان انا اكل حشو بطن وخلاص، لا. انا عايزه حاجه بس تدفي. ده الدفايه شغاله ليل نهار مع التكييف. فالحمد لله يعني. فقلت بقى اي حاجه تدفي كده. كل يوم بقى لازم اعمل حاجه مسكره. يعني انا كان بقالي فتره بصراحه ما بعملش. كان الفترة اللي فاتت كسلت كتير اعمل، وفي حاجات كنت بعملها وبتخلص في ثانية، يعني اللي هو يوم يومين بالكتير قوي ولا خلصت. هنا بقى كنت بوريهولكوا، كان في نفس اليوم بقى بس بالليل. وهعمل معاكم الفراخ لان انا كنت نقعتها. بصوا بقى هنا، يعني قلبت الاطباق كده، بيبقى شكله جميل قوي. تلاقي الكراميل سايح عليه كده، ولو عندك بقى صوصات، صوص كراميل او صوص شوكولاته، ممكن تحطيه عليه. انا بقى ما كانش عندي صوصات، ان حرفيا كل حاجه مشطبينها. فاستكفيت بالكراميل اللي فيه وخلاص بقى. بس حرفيا بيتنسف بيتنسف. انا عندي إيلين بتحب اي حاجه طريه، اي حاجه مهلبيات، اي حاجه طريه بتعشقها. معتز عندي العكس بقى، يحب اي حاجه ناشفه، يحب كده يقعد يقرقش، مزاج عنده القرقشه. المهم بقى رجعت لكم هنا للوراك بتاعتي. هكمل لكم بقى موضوع الوراك طلعت كبيره كبيره في السن. حرفيا الطريقة اللي انا عملتها بيها يعني الحمد لله انها خلصت. يعني انا بسجل لكم اساسا وهي خلاص بتشطب. مش عارفة، يعني حسيتها قرفتها ما كانتش حلوة معايا المرة دي. انا على طول بجيب الفراخ اللي هو ايه، انتوا عارفين الوسط،
يعني الفرخة تبقى كيلو، كيلو جرامات، 100 جرام، 200 جرام بالكتير قوي قوي، كيلو ونص. انا ما بحبش الفرخة الكبيرة. بحس الفرخة الكبيرة بتبقى عاملة زي البني ادم، انتوا عارفين اللي هو ما بتيجوا تتجوزوا. بصوا حتة الجلدة، بصوا دي بقى كان كمالة ميزان معاهم. بصوا كام حتة جلدة كمالة ميزان، يعني يبقى حاطط لي في الطبق وركين وحتة من دي، وركين وحتة من دي، اللي هما الوركين والحتة دي 800 جرام. ان هو قال لي مفيش اطباق كيلو. فاللي هو انتوا بتهزروا، اقسم بالله يعني كتير، انا رميت منها كتير، انا راميه كميه. المهم نقعتها وتبلتها كده وبعدين نضفتها بقى ورحت ايه واخداها عشان اتبلها. فهكمل لكم بقى، عامله زي البني ادم. يعني ما بتيجوا تتجوزوا يا جماعه، ما بتتجوزوا واحده عندها 18 19 سنه زي ما بتتجوزوا واحده عندها 35 سنه ولا 40 سنه؟ طبعا لا، بيبقى في فرق، في فرق في الحياه، في الشخصيه، في كل حاجه. فالفراخ كده. الفراخ كده يا جماعه، في فرق ما بين اللي لسه صغنونه كده في عز شبابها وما بين اللي كبرت وعجزت خلاص. فانا بالنسبه لي كده، يعني انا الحاجه بالذات انا احب الحاجه الصغيره في الحيوانات وفي الطيور. احب الحاجه اللي هي تبقى لسه في عز شبابها كده، يعني تاكلوا الحاجه كده بطعمها، انتوا عارفين فاهمين قصدي، تاكلوا الحاجه بطعمها كده. فانا شبهتها لكم بالجواز عشان ده اقرب مثال. فبجد يعني لا، الموضوع الحاجات الكبيرة دي انا ما بحبهاش. يعني الناس اللي بتحب تاكل الفرخة اللي هي ال2 كيلو وال2 كيلو ونص وال3 كيلو، لا انا لا، ما بحسش طعمها حلو بصراحة، بحسها زفرة، مش عارفة ليه. كمان اللحمة بتاخد وقت كتير على ما بتستوي واخد وقت على النار. يعني انا عملت الطريقة دي وحرفيا الفراخ بقيت احمرها، مفيش تعبت لي اعصابي في السوا، لدرجة ان انا كنت بحمرها والاقيها نية من جوه. طبعا اتحمرت لدرجه انها اتحرقت من بره، والاقيها نيه من جوه، ارجع اسلقها. انتوا فاهمين ان انا ارجع احطها في حله تاني واسلقها. فالطريقه دي مع الفراخ الكبيره لا، دي عايزه فراخ صغيره كده زي اللي انا بجيبها على طول. وحرمت اجيب من عندهم تاني يعني. انتوا سودوا سمعتكم معايا، يعني انا رايحه وقايله انا عايزه فراخ صغيره. فالله يهديه، يعني قال لي مفيش فراخ على بعضها، في وراك وفي بانيه. قلت له طب خلاص هات وراك، على اساس ان انا الوراك عندي بيحبوا ياكلوا الدبابيس كده، انا اصلا بحب اجيب الفرخه على بعضها، فانا حرمت. فهرجع اجيب تاني زي ما بجيب عندي من السوق بتاع سوق الخميس عندي. بتبقى الناس بقى جايه مثلا من الفلاحين والارياف والكلام ده، يجوا يبيعوا في السوق. فبيبقوا جايبين اغلب الطيور بقى تربيه بيتي في السوق ده. لكن انا عندي محلات فرارجيه كتير بيبيعوا برضو اوزان كبيره. فانا ببقى عايزه، لا انا عايزه حاجه وزن وسط، انتوا عارفين قصدي، اللي هو الحاجه الوسط. مش صغيرة خالص، ولو في صغير عادي يعني انا ما بيفرقش معايا، المهم ان هي تبقى حلوة، ما تبقاش سنها كبير يبقى طعم اللحمة بتاعتها مش حلو، لا. فبقى عايزة السن الصغير. فهرجع اجيب تاني. انا كنا اصلا يعني الطبيعي ان انا كنت بجيب يوم الخميس مثلا، انزل السوق اجيب 3 4 اللي هم الحجم الوسط او الصغيرين، واقطعهم. اقطع مثلا الفرخة على 7 على 8 زي ما بتيجي معايا، ممكن على 4 عادي. المهم ان انا اقطعها قطع صغيره واروح متبلاها كده زي التتبيله اللي انا بعملها دي، واروح حطها في الفريزر واطلع واحمر. وممكن اعملها محشيه كده، احشيها رز واسلقها، بتبقى زي الفل. يعني انا بالنسبه لي الحاجات الصغيره دي بتبقى حلوه وطعمها حلو بصراحه، بالنسبه لي انا بتاكل يعني. لكن الحاجات الكبيره افرح بكتر اللحم من غير طعم، لا مش انا خالص. انا ما بحبش انا اكل لحمه كده وملهاش طعم، او احس ان انا باكل جلد، اللي هو بالاسم انا باكل لحمه وخلاص. لا، الحاجه ما كانش ليها طعم بنقص منها. يعني انا ده بالنسبه لي، انا كيف يا جماعه في الاكل. فحاولت ان انا اظبط في الوراك دي واعمل لها بقى يعني طبقه قرمشه كده، واعملها كريسبي. وقلت بقى خلاص يعني احنا نعمل فرايد تشيكن يا جماعه، حاجه كده ايه بمزاج. والله وكلفت في الخلطه، وفي الاخر الحمد لله يعني ما طلعتش احسن حاجة، فغلطة ومش هتتكرر تاني. وهرجع اجيب من السوق زي ما انا بجيب. حتى برضو جبت من فرارجية عندي هنا في العاشر برضو الفراخ كبيرة قوي قوي، يعني الفرخة معدية ال2.5 2.700 جرام. حرفيا انا رجلي الفرخة اقسم بالله من كتر تخنها انا خفت منها. انتوا متخيلين من كتر التخن. وبرضو للأسف ان اللحمة كانت زفرة جدا، انا حرمت اجيب من فرارجية.
يعني انا اخري من فراجي بقى اجيب مثلا رومي او اجيب ارنب. فلا لا، السوق احسن. يعني انا بالنسبه لي الحاجات اللي هي التربيه البيتي انتوا عارفين بتاعت زمان دي، لا حلوه. يعني انا طبعا قبل ما اجي هنا كنا هناك، بس الكلام ده من سنين، يعني بقى لي حوالي 6 سنين ما بنربيش او 7 سنين. كنا الاول كده عاملين عش على السطح، وكنا بنحط فيها فراخ ونقعد بقى يعني ناكل بيض بلدي بقى وفراخ، وادبح مثلا في كميه كده واجيب غيرهم. كان الموضوع الاول كده كان زمان جميل، كنتوا تحسوا كده ان البيت على طول فيه خير. يعني انا كنت بحب قوي الموضوع ده، ان هو انا عندي على طول بتاع دي بيض بلدي. كنا قليل جدا لما بنشتري طبق بيض من بره كده، يعني الموضوع ده كان بيبقى قليل جدا، وكان اغلب الوقت بنشتري ساعة البسكوت، ساعة ما بنيجي نعمل مثلا البسكوت بتاع العيد ولا حاجة نروح شاريين. واغلب الوقت والله ماما كمان كانت بتحوش للبسكوت بيض بلدي. فحرفيا بجد الخير حلو في البيت. طبعا انا نفسي اعمل كده هنا، يعني ما انكرش ان انا نفسي اربي هنا، بس للأسف مفيش مكان. وحتى يعني أنا فكرت والله أعمل عشة في البلكونة كده، عشة صغننة، بس لقيت نفسي هبهدل ريحة الشقة وهخنق نفسي. لأ، يعني أنا أصلا ما بحبش أشم أي ريحة وحشة. فتراجعت بصراحة عن الموضوع ده، وقلت لأ، يعني هستنى بقى لما انقل كده في مكان إن شاء الله يناسبني. هروح بقى عاملة عشة حلوة كده وظبط أموري، ونرجع نربي تاني بقى ونشوف الخير تاني. بس ادعولي بقى ربنا يكرمني كده ويكرمكم يا رب، ووسعها علينا كلنا. بس والله بجد يعني الناس اللي عندها مكان او اللي فيه فرصة انها تربي بجد، ربوا يا جماعة، والله العظيم الخير في البيت حلو. بصوا طبقة الكريسبي انا كلفتها والله، يعني انتوا شايفين الخلطة وشايفين انا حطيت قد ايه وعملت ايه. بصوا الخلطة دي متكلفة اقسم بالله. وحرفيا الطبقة القرمشة عليها كانت تحفة، يعني انا بحمرها اصلا الطبقة تحفة. ينقصها بس ان الفراخ كبيرة، بس هي دي المشكلة الوحيدة. وانا صريحة معاكم ازاي، انا ما بخدعكوش. انا قلت لكم على اللي فيها. بحب اقول الحقيقة كده وعادي يعني. المهم ان انا ابقى صريحة معاكم بس. فنصيحة، ما تيجوا تشتروا فراخ استصغروا استصغروا، خصوصا لو هتعملوها فرايد تشيكن كده. استصغروا على قد ما تقدروا علشان خاطر تستوي معاكم بسرعة. مع ان انا يعني كنت يعني مديها كده كام غزغزة بالسكينة، مش هقول لكم ان انا يعني مقطعاها كده وخلاص، لا ده انا مغزغزاها بالسكينة. المفروض انها تستوي بسرعة وتستوي كويس، بس للأسف السوا بتاعها كان ضايع فعلا. فدي كانت عايزة سليق، وبرضو كان فيها سنة زفرة، رغم ان انتوا شفتوني حطيت عليها دقيق وخل وليمون وملح. فانا هعمل ايه تاني؟ يعني قولوا لي. ونقعتها فيها ساعتين، مش ان انا خدتها تبلتها كده على طول، لا. ده غير ان انا حطوا عليها يعني محطوط عليها كريسبي وفيجيتار، ومحطوط عليها كمان خلطة كريسبي انا كنت جايباها من العطار اللي هو السايب ده. حطيته عليها، طحنته في الكبة. انت شفتني طحنته في الكبة وحطيت عليها، لان كانوا شوية باقيين عندي. قلت ايه، ما بحبش انا الحاجة تركن عندي بصراحة. فقلت اما اخلص منهم بالمرة مع التتبيلة دي. ده غير البيضة عليها بهارات وعليها صويا صوص ودبس رمان ومستردة. الموضوع مكلف يعني، مش استخسرت. والطبقة كانت تحفة وطعمها جميل، بس المشكلة في السوا بتاعها من جوه، ده العيب الوحيد. فانا حرمت اجيب حاجة تاني من المجزر او من الفرارجية. انا اروح اجيب من السوق احسن، تربية بيتي انضف بكتير 100 مرة. بجد انضف 100 مرة. والناس اللي في فرصة، لا بجد ربوا يا جماعة في بيوتكم، والله العظيم خير. بصوا هنا، بصوا طبقة القرمشة تحفة. انا بقيت احط املي صينية واحط فيها كيس، يعني تحتها كيس وفوقها كيس. وعملت كذا يعني كذا دور كده في الصينية، وبحطها على بعضها في الفريزر. يعني انا مختاره صينيه على مقاس الفريزر اصلا، وبدخلها كده على بعضها. واما باجي بقى اخد باخد يعني رف اللي هو انا حاطه في كل رف 4 قطع 5 قطع زي ما بتيجي. فاللي بحتاجه بشده، ساعات مثلا اخد من الرف اللي بعده الكلام ده يعني. بتبقى سهلة وحلوة وسريعة معايا يعني. اعمل جنبها شوية مكرونة، وده اغلب الوقت. اعمل جنب طبيخ مثلا، اروح شدة كده كام واحدة اعمليهم محمراهم. بصراحة الحاجات دي بتنجز معايا قوي، الفراخ والكفتة. فجربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي مع فراخ صغيرة. بجد طعمها تحفة تحفة مع الفراخ الصغيرة، وطبقة الكريسبي تقيلة جدا.
وادعوا لي بقى، ادعوا لي كده ربنا يصلح حالي وحالكم. وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتضغطوا لايك لو لسه ما ضغطتوش لايك لحد دلوقتي في الفيديو. بصوا بقى الكمية ما شاء الله، عملت معايا كمية كبيرة والحمد لله انها خلصت على خير. وخلصت التتبيلات كلها، يعني هي التتبيله كلها انتوا شايفين الكميه ما شاء الله خلصتها عليها. ودول الشويه الباقيين بقى من الصوص هحطهم عليها كده من على الوش، برضو هتتشرب منه وهتقعد بقى في الفريزر، يعني وقت ما هاجي احمرها هتبقى اتشربت من الصوصات وشبعت صوصات. بصوا الجمال بقى والكريسبي بتاعها، بألف هنا يا رب.